السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومحزن جدا. فتاة ترتدي تيشيرت مطبوع عليه آيات القرآن الكريم وتهاجم الدين الإسلامي وتدعي أنه دين الكراهية. الفتاة دي نشر فيديو على اليوتيوب بيحث على كراهية الدين الإسلامي وبتبلور موضوع القضية الفلسطينية وتعاطف المسلمين مع الفلسطينيين، مش علشان الأرض ولا علشان الاحتلال ولا علشان قتل الأطفال، ولكنها تدعي أن كل ما يحدث بسبب كره المسلمين لليهود. Oh, just give them their land and their this, this is what they're doing, this is why they're the resistance. No, that's not true. البنت دي استشهدت بالشيخ يعقوب وهو بيتحدث عن أحداث نهاية الزمان، وحاولت تدخل في مفهوم المشاهدين إن هو ده دين الإسلام، إنك تشوف اليهودي تقتله لحد ما ينطق الشجر ويقولك أنا ورايا يهودي فاقتلني. The hadith on, hey Muslims, there is a Jew behind me, come at him. That one, very common if you've been around. خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا اطلاقا. اليهود كفار، ليس لانني اقول ذلك وليس لانهم يقتلون المسلمين، ولكن لان الله قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالذي كفرهم الله. Okay, there's two things in that little beginning of that clip. First thing is, we don't just hate them because of land, we hate them because of Allah said so. وبعد كده بتتكلم وبتقول لما هو ده الإسلام اللي هو أول حاجة فيه السلام، ولكن في القلوب يوجد الكراهية للديانات الأخرى. وهتشوفوا معايا دلوقتي هي جابت حجاب لبسته وبعدين قالت قد ايه ان الدين ده وحش جدا، وبعد كده قلعت الحجاب وتأففت قوي من الحجاب ومن الإسلام. أنهم أعداء، مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين، وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيئا. قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين كفروا اليهود والذين أشركوا. What? Huh? What does this, what does he say? I was told the Islam was a religion of peace. What is this stupid religion? This is not religion of peace. طبعا مفهوم الكراهية الدينية مرفوض تماما في الدين الإسلامي. الإسلام دين الرحمة والسلام، ويدعو إلى التعامل مع جميع البشر باحترام وتسامح بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. وفي آيات كتير قوي في القرآن الكريم بتتحدث عن أن الله لا يحب الظالمين، وأن المفروض يكون في عدل وإنصاف، وحتى إن تعاملنا مع غير المسلم لازم يكون في عدل وإنصاف وغير ظلم. إزاي هنكرههم لدرجة القتل؟ هنمشي يعني نقتلهم كده في الشوارع؟ حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهودي والنصراني بكل احترام وتسامح، وكان أول حاجة هي حسن الجوار، يعني لما يبقى جارك يهودي أو نصراني كان له حق الجيرة كمان. النقطة الحرجة اللي مسكتها البنت دي في الفيديو إن هي ما فرقتش بين الأفراد وبين الديانات. 3. عقيدتك في اليهود أنهم لن يكفوا عن قتالنا وقتلنا، ليس من أجل الأرض والأمان كما يزعمون، وإنما من أجل الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. احنا كأفراد مسلمين عندنا قوانين في الدين الإسلامي ان احنا نتعامل بالمحبة والمودة والاحترام ايا ما كان الشخص اللي قدامي ده، اديله حقه سواء مسلم او غير مسلم. اما اذا كان في اسباب سياسية او غيرها خلت بعض العداوات بين الدول والافراد، فده لا يبرر ابدا الكراهية الدينية اللي بتدعو اليها البنت دي. Anyways, that's Islam for you. But this is what Islam teaches: hate. It brews hate in the heart. It makes you dramatic like that weirdo at the end. I love the Muslim person. I hate the religion that's brainwashing them, that's causing them to believe such evil things.
وربنا أمرنا في القرآن الكريم أن نبرهم ونقسط إليهم، يعني نكون كويسين معاهم، يكون التعامل بيننا بالمحبة وبالمودة. الفكرة اللي انت بتحاولي توصليها للمشاهدين عندك وللغرب اللي هم غير مطلعين على أساسيات الدين الإسلامي، ما يعرفوش ديننا زي ما احنا نعرفه، وده أعيب عليه الشيوخ المسلمين اللي شغالين في الدعوة. اليوتيوب فقير جدا جدا في الفيديوهات اللي بتقول عن سماحة الدين الإسلامي وبتتكلم ان احنا ما بنكرهش الديانات الأخرى، وعلى الأقل فيديوهات عايزينها على اليوتيوب توضح فكرتنا ايه للقضية الفلسطينية وكرهنا او عدمه لليهود. في ناس كتير الشركات بتاعتها بتشتغل في بلاد غير مسلمة وبتتعامل مع النصارى مع اليهود مع غيرهم. مفيش ابدا ان حد مثلا هيبقى ماشي في قلبه كره كده ونفسه يلاقي وقت وان هو يقتل اللي قدامه زي ما هي عايزة توضح في الفيديو ده. مفيش الكلام ده. اذا كانت هي فاهمة ديننا غلط فاعتقد ان احنا عندنا برضو تقصير، واذا كانت هي طالعة قصده بس ان هي تشوه الدين الإسلامي فبرضه محتاجين ناس ترد على ده. عايزين ناس تقول لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى جنازة يهودي معدية وقف، قالوا له هي ده واحد يهودي يا رسول الله، قال لهم أليست نفس ميتة رايحة تدفن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم. احنا ديننا دين الرحمة ودين التسامح، محتاجين نوصل ده اكتر. لو في حد عنده منفذ بيتكلم فيه عن الدين بالطريقة دي، احنا يبقى عندنا 20 منفذ بنتكلم وبنوضح فيه عن حقيقة الدين الإسلامي. وصلنا هنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.